ازيكم عاملين ايه؟ يوم تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن مشترياتي من H&M. والناس اول ما تشوفني انا عليا فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضم لشلتنا بليز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي. دي الحاجات اللي انا اشتريتها من H&M. هما بصراحه يعني حاجتين بس. انا عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي ما عنديش مشكله خالص وقت السيل لو في حاجه شتوي واحنا في الصيف اشتريها، او العكس. يعني مثلا اوقات كتير ببقى في الشتاء بلاقي حاجات يعني بتنزل عليها سيل صيفي تحفه فبشتريها عادي مفيش مشكله خالص. بس ما عدا يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اشتري هدوم في غير وقتها واشيلها، ما عدا بس الشوز والشنط وكده. دي اكتر حاجات اللي انا ما بحبش ان انا اشتريها واخزنها، لانه دايما مش بيبقى كواليتي الجلد بيبقى حلو، فما بنعرفش غير لما بنخزنه فبالجلد بنلاقيه قشر او القصص دي، فانا ما بحبش اتفاجئ يعني. فعشان كده يمكن الحاجه الوحيده اللي مش بحب اشتريها واشيلها الجلد او كده بكل انواعه. لكن غير كده مثلا لو هدوم قشطه مفيش مشكله يعني. المهم كان من فتره كان انا كنت عارفه ان H&M عمل سيل، بس اوقات كتير مش دايما بروح السيل بتاع H&M، لان اوقات كتير بحس ان هما بيعملوا سيل على يا اما حاجات اللي بنلبسها في البيت مثلا، او الحاجات اللي هي الصيفي بس مش الواو، يعني مش اللي هي تستاهل ان انت تنزلي وتدبي لها مشوار يعني. فالمهم لما انا عرفت يعني ايه قلت لا فاكس بقى خلاص انا مش هروح وكده. فبعدين بالصدفه بعدها بيومين لقيت بنت كده جميله عندي على الاكونت اسمها رندا. هي ما شاء الله فنانه يعني وحاجات كده. فالمهم قالت كانت كاتبه ستيتوس كده، وعلى سبيل السعاده انا اشتريت جاكيت شتوي من H&M ب 200 جنيه، والماتيريال بتاعته تحفه وفظيع وحاجات كده. فالمهم ايه قلت لا طالما يعني واحده صاحبتي جابت منه خليني ابص بقى بصه كده. وفعلا يعني لما رحت وكده طبعا بصيت على الصيفي لقيته يعني زي ما انا I was expecting ان هو يعني الصيفي مش قوي، بس لقيت حاجات سيل على الشتوي حلوه قوي ورخيصه وبالنسبه لي لا يعني حلوه اشتريها يعني. فالمهم انا اشتريت حاجتين. انا عايزه اوريكم الحاجتين اللي انا اشتريتهم. اول حاجه اشتريت سويت شيرت كده. ده اشتريته ب 200 جنيه يعني. انا اصلا كده كده بحب حاجات الداستي روز مع الابيض او كده، ده ترندنج جدا على الانستجرام. فانا كنت بحب يعني بدور على الحاجات اللي هي تبقى داستي روز او روز جولد مع ابيض او الحاجات دي. فلما شفته عجبني جدا ولقيته ب 200 جنيه فقلت قشطه يعني حلو. تاني حاجه هي يعني مش ليا، هو لوالدي. هو سكارف كده رجالي. انا اشتريته هو يعني ميد ان ايطالي. انا اشتريته ب 80 جنيه. سكارف صوف تحفه. انا اصلا لقيت يعني بيبقى فيه ليبلز كده كتيره فوق بعضها، فشلت اول ليبل لقيته 80، تحتيه 100 ومش عارف ايه تحتيه، لغايه لما وصلت لاخر ليبل لقيته كان ب 300 تقريبا حاجه كده يعني. فتمام يعني قشطه، انا برضو فرحانه بده. وهو اصلا يعني انا كنت كده كده عايزه اجيب سكارف لوالدي، لانه الناس الكبيره في السن في الشتاء بتحس بالبرد اكتر مننا بكتير. فعشان كده كنت بفكر اصلا بقالي فتره ان انا عايزه اجيب له في الشتاء، يعني كنت في الشتاء بفكر ان انا عايزه اجيب له سكارف يكون حلو ولونه يكون لايق يعني على لبسه وكده. فدي تاني حاجة انا جبتها في السيل. بس هي دي الحاجات الشتوي اللي انا جبتها في السيل. انا عامله الفيديو ده ليه؟ عامله الفيديو ده علشان الناس اللي ما بتحبش تشتري حاجات الشتاء في الصيف والعكس، لا يعني فكري في الموضوع ده وفكري ان انت تجيبي حاجات عادي مفيش مشكله شتوي في الصيف وتشيليها لغايه لما الشتاء يجي. هتحسي يعني بالموضوع مختلف معاكي، وهتحسي ان البادجت بتاعتك تقدري يعني تسيفي جزء منها، تقدري تجيبي بيه ميك اب بقى، تجيبي بيه حاجات تانية. فيا رب يكون الحاجات عجبتكم واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.